فيلم خلي بالك من زوزو عمل لي نقله جامده جدا بالنسبه برضه للناس. يعني بص الناس مثلا ممكن تصرخ في الشارع ما تشوفني مش عارفه ايه تنط كده، هو الستات يروح ناطين بيسني حاجات غريبه جدا. الحته اللي كانت ناقصه الدفعه دي، ان الواحد ايه لما بيحب انسان ما بيفكرش بقى في حاجه. يعني يمكن الحب اللي قبل كده حب وكل حاجه، بس فيه تحفظ عقل برضه شويه. انما بقى خلي بالك من صوتها ما خلاش حد عنده عقل. انا بقى كنت يعني ايه متحمسه جدا في الفيلم ده، وابتديناه. اولا كنا بنقعد نسهر كل يوم لغايه الساعه 3 و4 و5 الصبح مع الاستاذ صلاح شاهين والاستاذ حسن الامام والمنتج استاذ تكفر انطونيان. نقعد بقى ايه نشتغل في الروايه ونقول لا نعمل مش عارفه ايه، لا نحط ايه قبل ايه، طب المشهد الجاي كذا كده. يعني مجموعه حابه حاجه وايه، وبنشتغل بارواحنا خالص، لان في وقت معين لتاريخ الفيلم لعرض الفيلم، وسينما محجوزه ولازم العيد وحاجات كده. فكنا بنشتغل ليل ونهار، بس كنا مبسوطين واحنا بنشتغل، يعني حاسين ان بنعمل حاجه كويسه. فتره الاعداد بتاعه الفيلم، فتره التصوير بقى في الاستوديو، ما كانش في وقت ان احنا نسجل مثلا الاغاني واتدرب على الرقصات والحاجات دي قبل الفيلم خالص، مفيش وقت اطلاقا. فدخلت اصور، وبقيت بقى بعد التصوير اللي هو بيستغرق من 10 ساعات ل 12 ساعه يوميا، جنبه اسجل اغاني او اقعد احفظ الاغاني او نقعد ننق في الغنوه. كانت لذيذه. انا بقى يوم عرض الفيلم باستمرار تجيلي حالتين مع بعض، حاله اللامبالاه خالص كده وتبلد فظيع في الاحساس، وفي نفس الوقت ابص الاقي نفسي قلبي ده يعني شويه كده وشويه كده، قلبي ده عم تك 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 تك، اكاد يعني اي اللي قاعد جنبي بعيد عني متر يسمعه.